السلام عليكم ومرحبا بكم. بالنسبه لنا اليوم جيتكم بالوصفه تاع اللوبيا، يعني طريقتي انا كيفاش نطيبها. نبداوها بصلاه والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. وما نطولش عليكم، انا كنت درت هنايا اللوبيا الكميه اللي راني محتاجتها على حسب افراد العائله. كنت خليتها شمخت من قبل بليله، وغسلتها ونقيتها ورميت لها داك الماء اللي شمخت فيه، ودرت لها الماء جديد، حطيتها فوق النار كما كنتوا تشوفوا، خليتها طيب لي يعني حتى كما كنتوا تشوفوا نحو كاع هذيك الفراره اللي خرجت لنا من فوق تاع هذيك اللوبيا، ونخليها ما نملحها ما ندير لها والو، خليها طيب. الوقت تاع طيابها يعني كي نبدا نوجد هكا باش ندوزنها، نوجد هذاك البصل تاعها وقاعيتين، غير نكمل ونخليهم يتقلاو. هذاك الوقت نبدا يعني نطفي على هذيك اللوبيا. كما كتشوفوا هنايا درت حبه تاع البصل، انا استعملت البصل الاخضر بما انه انا في وقته. كيما كتشوفوا قلت لكم رحيتها هكايا بالبغاميكسور، ودرتها في كاسرونه ولا في كوكوطه، وخليها دوكات هكايا باش تبدا باش نبدا نقلي فيها. بالنسبه لهنايا انا البنات راني حنستعمل هكا طرف تاع الدجاج. تقدروا تستعملوا اللحم ولا حتى المرقاز، تجيكم بزاف بنينه اللوبيا تاعكم. وبهذه الوصفه البنات تقدروا حتى تستغناو على اللحوم، قلت لكم تجيكم هايله بهذه الطريقه بلا ما ديروا لها حتى يعني نوع من اللحوم. كما كتشوفوا درت هنايا 2 مغارف كبار يعني تاع الزيت، ونكملها كان نتبل هاد البصل ونخليه يتقلى لي مليح. ضروري اني نخليه يتقلى مليح. كنت دايره النار تاعي ماهيش بزاف قويه، على نار متوسطه. ونملح هنايا هاد اللوبيا. نبدا قلت لكم عفوا في هاد البصل هكا باش نخليه يتقلى لي مع هذاك الطرف تاع الدجاج. ندير الملح ونكملها، كنخلي هذاك الطرف تاع الدجاج يتقلى مليح مع هذاك البصل حتى كي نشوفوا بليك تقلى لي هكايا مليح. وهنايا البنات انا نحب ندير هذه الخطوه، ندير هكا حبه تاع بطاطا كانت صغيره، قشرتها وديرتها هكايا مع هاد اللوبيا. تجي بزاف هايله وبنينه اللوبيا يعني كي تخلوا لها حبه بطاطا طيب معاها، ومن بعدك ترحوها لها. زدت هكا ربطه تاع الحشيش. اذا كنتوا تحبوا تقطعوه قطعوه، وانا يعني في هاد يعني حبيت نديرو هكايا غير ربطه هكا. كنت ربطت هذاك الحشيش مع بعضه وخليته هكايا يتقلى مع هذاك البصل باش يطلق لي البنه تاعو. بالنسبه للتتبيله هنايا حنستعمل هكا مغرفه صغيره تاع الفلفل الكحل كيما كتشوفوا، ونكمل ندير معها باقي يعني لي زيبيس اللي حنستعملهم. درت هنايا راس الحانوت، وضروري نديروا لها الكمون. كيما نعرفوا قاعدين بلي اللوبيا تحب الكمون، معناتها نديروا لها هكا كميه لاباس بها من الكمون. ما نقدروش يعني كيما نقولوا نديروا لوبيا بلا ما نديروا لها الكمون. ضروري انه نديروا لها الكمون. كيما كتشوفوا هكايا نحرك مليح ونكمل نتبل عفوا في هاد اللوبيا. نزيد لها هكا كميه من الكمون، كميه لابس بها من الكمون هكا. تقدروا ديروا حتى 2 مغارف صغار تاع الكمون. وزدت لها الفلفل الاحمر الحلو بيان سور. وهادو وريقات تاع الرند. انا ما نكذبش عليكم البنات، هادو وريقات الرند ما نستغناش كاع عليهم في اللوبيا، لانه يعطي لكم واحد البنه في اللوبيا. جربوها وردوا لي بالخبر. انا درت هكا 3 وريقات تاع الرند، لانه الرند اللي راهو عندي طري يعني ماهوش بالغ. تما كي ندير 3 وريقات تاع الرند يجيني هذاك هو حقه. اذا كان عندكم الرند تاعكم بالغ ديروا غير 2 وريقات ولا حتى ورقه برك. كما شفتوا كنت درت حبه تاع طماطم حتى هي كنت رحيتها بالبراميكسور، ودرتها هكايا مباشره تزيد تتقلى لي مع هذاك البصل والدجاج. وزدت هكايا مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره.
هكا، ونحرك كلش مع بعضه ونخليه يتقلى. ولا ضروري البنات تخلوهم يتقلاو مليح. في هذا الوقت انايا اللوبيا تاعي خليتها راهي تغلي، ما طفيتش عليها. وكما كنت قلت لكم البنات انا ما درت لها لا ملح لا والو، خليتها غير هكاك تغلي في الماء تاعها. دوكا كي نشوف تقلات لي مليح هاد لا كوكوط تاعي، نبدا نحي هذاك الماء تاع هذيك اللوبيا. كاين اللي يحبوا يديروها بالماء تاعها، وكاين اللي لا يحبوا يرموا هذاك الماء، لانه يقول لك يجي فيها الغازات باش يتخلصوا من هذوك الغازات. انا نحيت لها الماء تاعها ودرتها يعني هكاك باش نمرق بالماء جديد. كما كتشوفوا هذوما واحد 3 سنينات تاع الثوم يعني نرحي فيهم هنايا باش يكملوا حتى هما يتقلاو لي مع هذيك لاصوص. شوفوها بعد اللي كانت تقلات لي مليح هذيك لاصوص، شوفوها نقصت لي في الماء تاعها. ودوكا ندير عليها هذيك اللوبيا. كما كتشوفوا هنا تلمو كانت يعني سخانه بزاف في الكوكوطه، ضبط لي كاع الكاميرا تاعي. وهاي لك اللوبيا بعد اللي كانت قلت لكم طابت لي، تكون تقريبا طابت نص طياب على حسب النوعيه تاع اللوبيا اللي راكم تستعملوا فيها. هكايا دوكا نخليها حتى هي تزيد تتقلى لي غير شويه، ماشي حاجه كبيره في هذيك لاصوص. وبعدها نمرق عليها مباشره بالماء سخون. البنات ما تمرقوش بالماء بارد، لازم تمرقوا بالماء سخون اللوبيا تاعكم هكا باش تكمل لكم طياب. ماشي اذا مرقتوا بالماء بارد راهي اللوبيا تاعكم كيما نقولوا تعاود تشد روحها وما طيب لكمش بالخف، وما طيب لكمش زبده كيما لازم. كيما نقولوا حنايا دائما حاجه اللي طيب مليح وبنينه نقولوا طيبه زبده. هذه هي. مرقوا الماء حتى تغطى لكم مليح هذيك اللوبيا تاعكم. وبعدها انا نغلق عليها في لاكوكوط ونخليها مده 20 دقيقه طيب لي. بعدها نطفي عليها. كيما كتشوفوا هاي لك بعد اللي كنت طفيت عليها كانت نقصت في الحجم تاع الماء تاعها. هاي لك البنات قدامكم، هي تقريبا هنايا اللوبيا تاعي واجده. ورحت رحيت لها هذيك الحبه تاع البطاطا وحطيتها معها هكا طابت كيما كتشوفوا. دوكا تنطفي عليها ونوريها لكم ان شاء الله في صحن التقديم. هاي لك بعد اللي كان طابت البنات اللوبيا تاعي، هذا هو صحن التقديم. شوفوا كيفاش جات طيبه، كيما نقولوا زبده، وجات يعني ما شاء الله في البنه تاعها. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم. تلقاو في وصفات اخرى. تهلاو في رواحتكم وفي ناسكم وحبابكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.